الصحفيون من فكوا يعانون في ممارسة مهنة المتاعب، والسنة الأخيرة شهدت تجاوزات في حق حملة الأقلام. هذا ما كشفه التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. التقرير سرد عديد الوقائع تتعلق بالتضييق على الصحفيين. نعاني من المساس أو المس بالحق النقابي في المغرب. مازال تنعاني من مجموعة ديال الانتهاكات الجسيمة في حق الصحفيين، من بينها الاعتداءات على الصحفيين، على المصورين أثناء المزاولة ديال العمل ديالهم. التقرير تحدث عن انتظارات كبيرة للإعلاميين وللرأي العام، خاصة في ظل وجود دستور جديد ومتقدم، ما جعل دائرة الإحباط تتوسع داخل أوساط الصحفيين. بصفة عامة يمكن نقول بأن الأوضاع في عدد كبير من المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العامة لم تتغير كثيرا. إذا نحن أمام نوع من البطء الشديد في ملف الإصلاح اللي هو أساسي فيما يتعلق بالديمقراطية، لأن إذا كان الدستور كيتحدث على واحد الانتقال ديمقراطي وكيهيئ لهذا الانتقال الديمقراطي، المواكبة ديال الصحافة وديال الإعلام ما زالت ضعيفة لحد الآن. رئيس نقابة الصحفيين أكد بالمقابل أن أشغال اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مدونة الصحافة توصلت إلى نتائج إيجابية قد تشكل الإطار الملائم للتقدم في ممارسة حرية الصحافة.